عائلة الله بيشهد لها بالطهر، لنذهب عنكم الرجس أهل البيت ونطهركم تطهيرا، والله يأمرنا بحبها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نشوف الشباب الطيبة وشلت الأنس شو عملوا مع هاي العائلة اللي الله أمرهم بحبها بودها والله شهد لهم بالطهر. نبدأ مع سيدنا علي من أهل الكساء، من هالعائلة الطاهر النقي. 5 سنين هم يحاربون من معركة الجمل. خلصت الجمل بدت بصفين، خلص الصفين راح النهروان، خلصت النهروان راح طلع له معاوية وما هذا وعمرو بن العاص في جهة ثانية. خلصت من هون في مصر قتلوا له محمد بن أبي بكر وحرقوا كذا مع معاوية بن خديج، حتى قتل سيدنا علي وتخضبت لحيته بالدماء. أجا سيدنا الحسن 6 سنين هم يحاربوا، 6 شهور عفوا، 6 شهور هم يحاربوا حتى أصيب والدماء خضبت جسده الطاهر. بعدين جيش لم يعد معه جيش ولا معه ناس يناصروه، فوقع المعاهدة المعروفة. شوف هيات الصالح مع صالح بعد حرب 5 سنين مع أبوه و6 شهور معه، بعدين تصالح مع معاوية. فتنة مشي يحطها بالخروج، غمضنا عينينا وقلنا مش مشكلة، فتنة وحماه وأبصر إيش حمى الله من عيوننا وكملوا على كيفكم. بعدها سيدنا الحسن شو عملوا فيه؟ مات مسموم. مين سموا؟ والله سمته الجارية. طب أولاد الحسن إخوان الحسن سيدنا الحسين شو بحكي؟ بقول له معاوية اللي سمي لي أخوي. مش مشكلة في دليل، مشيها حطها بالخرج الله يرحمه. حزنان راح على الجنة يا عمي الله يود. وبعدين الحسين قرة عين رسول الله، يقطع رأسه ويمثل في جسده والخيل تدق عظمه ويعلق رأس بالكوفة. يا جماعة لو في أي عدالة محكمة حاليا هيك والله لا تحطهم كلهم مجرمين حرب، سفل قتله، والكل حسين حفيد رسول الله يعلق رأسه وقال إيش والله فتني. طب بلاش. زينب بنت الزهراء حفيدة رسول الله تؤخذ مكبلة تضرب بالصياط في موكب الإباء. يا سيدي بلاش. عبد الله الرضيع ابن الحسين يضرب بالسهم ويقتل ويكافئ قاتله. هاي هي الدولة الإسلامية تاعتكم؟ بلاش. إخوان الحسين من أبوه العباس بلاش. ولاد الحسن كم قتيل وشهيد، 70 قتيل من بني هاشم، العترة اللي الله أمرهم يودوها. هذا الود أنا مش فاهم أي ود هذا لآل محمد. قتلوهم وضربوهم وسبوهم، وبعدين قال إيش؟ اليزيد عيط. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله إشي بخزي. كل هذا كون ونعرف أن الرجل الذي قاد الجيش في كربلاء ضد الحسين اسمه عمرو بن سعد. قال هو رمى سهم على الحسين لكن لم يثبت أن السهم اللي رماه هو اللي قتل الحسين، يعني لا نحمله. مش عيب. أنا مش مستوعب شو وعمرو بن سعد هذا رجل ثقة ينقل الحديث عن رسول الله ونقل حديث في صحيح البخاري. بس لو نراجع أنفسنا، ناس سفري قتلي عصوا الله. أنا من أهل السنة بالمعنى اللي أنا أفهمه أنه إطاعة الرسول في القول والسلوك والإقرار. طب الرسول أمرنا نود أهله، والله أمرنا نود أهل الرسول، والله شهد لهم بالطهر وذبحناهم وقتلناهم وآذيناهم، وبعدين تقول عفى الله عنهم. منين عفى؟ المعركة حصلت كربلاء في العام 60 للهجرة، 50 سنة بعد وفاة الرسول. حتى أدبا وحياء منين جبتوا أن الله فرقتان الله غفر لهم؟ أجا جبريل وحكى لكم خبركم بعد 50 سنة من وفاة الرسول؟ أم أن وصلت الوقاحة في علماء ذلك العصر أنه يتحدثوا نيابة عن الله
والله ما وكلهم. اللهم من هذا بريء، اللهم من هذا بريء، اللهم من هذا بريء. وددت، أنا ما بقول إلا وددت لو كنت أمام سيدنا الحسين أتلقى السهام عنه في صدري وأقتل دونه. السلام عليكم.